الحاجة اللي وصلوا ليها العلماء إن هم لما لقوا الكون بيتمدد بسرعة أكبر من توقعاتهم وحساباتهم، فقالوا إن ده أكيد بسبب قوة خفية سموها بالطاقة المظلمة. ولما لقوا مجرات الكون متماسكة مع بعضها بقوة أكبر من حساباتهم ومعادلاتهم، قالوا ده دليل على وجود مادة هي السبب في تماسك المجرات دي، سموها المادة المظلمة. مادة مش قادرين يشوفوها لكن قادرين يلمسوا تأثيرها على الكون. فهل بعد الكلام ده القرآن الكريم دعم نظريات الفيزياء، ولا الفيزياء هي اللي استغلت بعض آيات القرآن الكريم عشان تسوق لنظرياتها؟ خليني أقولك إن الفكرة المنتشرة جذابة جدا وبتفتح باب خيال كبير، لكنها مش تفسير علمي ولا تفسير للقرآن على هوانا. يعني هل في مننا نسخ تانية عايشة في صفحات جنبنا؟ العلم ما قالش والدين ما قالش لأ، والمساحة دي هي اللي دايما بتخلق الأسئلة اللي هنفتحها سوا في باب الحقيقة.